بعدين احنا ليه اصلا بنجيب حلاوه المولد؟ ليه نجيب حلاوه المولد والملبن قاعد معانا في البيت، جوزك حبيبك، ليه؟ مصاريفه خلاص قاعد جنبك، هو الحلاوه وهو المولد. بعدين حلاوه المولد لو فكرنا مع بعض هي معموله من ايه؟ عسل وسكر، نفس مكونات جوزك بالظبط. تاكلي حلاوه مولد ليه بقى وانت قاعد جنبك حته البسبوسه بتاعتك، وشه مسمسم وملامحه مسمسمه احلى من السمسميه، في الصيف كده بشرته محمصه احلى من الحمصيه، زي ما قلت لك احلى من الملبن، احلى من الفوليه، احلى من كل حاجه. فنجيب ليه حلاوه مولد وهو موجود؟ وليه بتطلبي منه يشتري لك عروسه المولد؟ ايه بقى قصه عروسه المولد؟ ليه نجيب عروسه مولد وانت قاعده قدامه حسك بالدنيا؟ ملهاش لازمه خالص عروسه المولد وانت موجوده في الحياه. اتشطري انت بس وقومي بيعي لك كده غويشه ولا فرده حلق وانزلي اشتري له الحصان واشتري عروسه المولد ليكي واشتري عريس المولد. ولا هو بس يجيب عروسه المولد؟ انت كمان هاتي عريس المولد وهاتي حمصيه وفوليه وملبن وبسيمه وبسيسه وكل الحاجات الحلوه دي، حطيهم في حضن جوزك. ادخلي كده على البيت حطيهم في حضن جوزك، قولي له انا جايبه الحاجات دي ليك مش ليا. خليكي مره واحده مش انانيه، لان انا حلاوتك غنياني ومكفياني عن اي حلاوه تاني. نقطه. حياه سعيده، حياه ملبنيه مهلبيه.